هو اللي بيشتغل في البابليك هيلث او الصحه العامه ده بيعمل ايه، يعني هو بيعمل ايه، الشغل بتاعه بيبقى عامل ازاي. في 5 انواع اساسيه من الشغل داخل مجال البابليك هيلث. اول حاجه ان انت ممكن تكون بتشتغل في الريسيرش او الابحاث، وده الموست كومن، ان انت بتعمل ابحاث في الصحه العامه. الابحاث دي عاده بتبقى تتم داخل الجامعات او بعض المؤسسات الدوليه، بيعملوا بعض الابحاث الميدانيه علشان الشغل بتاعهم، سواء كان لاستكشاف المجتمعات من جزء البابليك هيلث او الحمايه من الامراض وهكذا. فالجزء البحثي ده او انك تعمل ابحاث ده جزء كبير من الشغل والفرص دوت، لازم تتعلم فيه بعض المهارات التحليليه للبيانات وازاي تعمل ريسيرش وهكذا. تاني حاجة ان انت ممكن تكون بتشتغل في الهيلث بوليسي او السياسات الصحية، وضع القواعد الطبية والانظمة الصحية، وده معظمه بيبقى مع مؤسسات دولية زي مؤسسات الامم المتحدة والهيئات الحكومية وغيرها. فدي انت هنا بتشتغل في الجزء الامبلمنتيشن او جزء التطبيق من نتائج الابحاث، بتطبق على ارض المجتمع عشان تحط القواعد الطبية ومحاربة انتشار الاوبئة وكلام من ده. فتاني دي بتبقى مؤسسات دولية ومؤسسات حكومية، والشغل بتاعها عادة بيبقى برضه برستيجيوس كويس، الدخل بتاعها كويس على حسب المؤسسه اللي هتشتغل فيها، ولكن شويه يبقى في ضغط شغل اكتر من الريسيرش بشويه يعني في الموضوع ده. ثالث حاجه هو مجال التيتشنج او التدريس. انت لو بتشتغل في البابليك هيلث، ناس كتير جدا بتتوجه الى التدريس في البابليك هيلث، سواء ان انت بتدي تريننج او محاضرات لطلبه بيدرسوا التخصص البابليك هيلث او طلبه بيدرسوا تخصصات طبيه وغيره. وهنا انت مش لازم عشان تدرس على فكره البابليك هيلث، وخاصه في الجامعات الاجنبيه الاوروبيه زي مثلا هنا في لندن وغيره، انت مش لازم تكون دكتور عشان تدرس في كليه طب، يعني مش لازم تكون طبيب عشان تدرس في كليه طب في جزء البابليك هيلث. انت ممكن تكون استاذ في البابليك هيلث في الصحه العامه وتدرس، وانت اصلا الباك جراوند بتاعتك ان انت مهندس سوفت وير انجينير او كلام من ده، ولكن خلاص تخصصك وخبرتك الاكاديميه والعمليه كلها حوالين البابليك هيلث، فتدرس في كليه طب. فالتدريس هنا مش هيكون حكر فقط على الاطباء، ولكن هو مهم ان انت ساعتها تكون متخصص في جزء الصحه العامه. طبعا في جزء تاني ممكن يعتبر تيتشنج او تدريس، ان انت تبدا تدي تريننج، ان انت بتدي تريننج في اساسيات البحث العلمي، بتدي تريننج مثلا في تطبيق بعض الانظمه الصحيه في المؤسسات الدوليه وهكذا. فده ممكن تعتبره تيتشنج او ممكن تعتبره حاجه فرعيه تحت الريسيرش والبوليسي على حسب المؤسسه اللي انت شغال فيها. رابع حاجه ان انت تشتغل انستتيوشنال او في مؤسسات، سواء كانت المؤسسه دي انت اللي عاملها، يعني مؤسسه انت اكشلي الفاوندر بتاعها وعامل مؤسسه بالصحه العامه وهكذا، او ان انت تشتغل داخل مؤسسات مثلا بتنسق شغل الصحه العامه لمؤسسات اخرى. يمكن الموضوع هنا مش هيبقى واضح قوي، ولكن زي ما بقول انت مش لازم تشتغل جوه مثلا مؤسسه الامم المتحده نفسها، احد مؤسسات الامم المتحده نفسها، ولكن مؤسسات الامم المتحده دي لما بتيجي بتعمل شغلها على ارض الواقع داخل اي دوله ما، بيعملوا شراكات مع بعض المؤسسات المحليه علشان يبداوا ينفذوا الشغل. يعني مثلا من اشهر المؤسسات في مصر ما شاء الله تبارك الله مؤسسه مرسال مثلا، هي عامله شراكه مع مثلا مع اليو ان اتش سي ار اللي هي مؤسسه الامم المتحده للاجئين، وعندهم فند معين او فلوس معينه علشان ان هم يبداوا يطبقوا على ارض الواقع الشغل المطلوب. وده ممكن في جزء كبير جدا يكون هو بابليك هيلث او صحه عامه، ولكن هنا الشغل بيختلف، في جزء منه طبي، في جزء اجتماعي، في جزء تنظيمي وهكذا. ولكن المؤسسات ديت ممكن تدي لك دخله كويسه جدا جدا للمجال وتكسبك خبره فعلا مش هتعوض في اي حاجه تانية. اخر نوع هو بقى النوع المنتشر جدا في عقل الناس ان هو ده بس البابليك هيلث، هو نوع الميديكال بابليك هيلث او كلينيكال بابليك هيلث، ان انت هنا بتشتغل دكتور طبيب في الصحه العامه، ودي فقط لازم تكون طبيب، ده خاص بالاطباء فقط. وهنا انت مش مجرد بتعمل ابحاث او بتساعد مثلا في تطبيق بعض السياسات، ولكن انت بتكشف على بعض المرضى في بعض الحالات وبعض الامراض وانتشار الاوبئه وغيره، وبيبقى ليك طبعا الحق ان انت توصف بعض العلاجات علشان تكنترول او يعني تحاول تحد من انتشار بعض الامراض اللي ممكن تسبب اوبئه. فالخلاصه هي دي المجالات بتاعه البابليك هيلث اللي الناس بتشتغل فيها، وزي ما قلت الموضوع واسع جدا وكبير جدا ومحتاج كلام كتير جدا، ولكن هنا انا بحاول اعرفك بدايات المجال ده. لو انت مهتم اقرا عنه اكتر هتلاقي حاجات كتير. حاول تتابع برضو، هنا هنزل بوست اكتر وفيديوز اكتر عن المجال ده تفصيلا، بحيث الناس المهتمه حتى ازاي تبدا تدخل للمجال ده. ان شاء الله هنزل فيديو صغير عن الموضوع ده كبدايه، وهحاول اتكلم في تفاصيل اكتر باذن الله. بالتوفيق للجميع.